بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده كشري بطاطس بصلصه. زي ما انتم شايفين كده عملنا الصلصه اهوت. وغسلنا الرز كويس وسايبينه منقوع شويه. وبعد كده بقى هنجيب عود شبت وهنخلطه ونحطه على الصلصه، وبعدين هنصفي الميه اللي على الرز ديت اهوت. احنا غسلناه سيبناه منقوع شويه كده بسيطين. هنصفي بقى المية اللي عليه، وهنخرط شوية الشبت اهوت خرطتهم اهوت زي ما انتوا شايفين كده. عود شبت صغير كده على بقدونس هضيفه على الصلصة اهوت. مش هغيبه يعني عشان ما يسمرش. هقلبه كده مع الصلصة، وبعد كده بقى هصفي الرز واحطه. بعد ما احط البطاطس وادي لها غلوتين مع الصلصة والشبت، وحاطه بقى البهارات بقى بتاعتك. حطي البهارات اللي انت عاوزاها، كمون، شطة، فلفل اسمر، ملح. وبعدين هتضيفي بقى البطاطس، هتديها البطاطس تقطعيها مكعبات صغيرة اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا مقطعينها مكعبات صغيرة خالص اهي، وغسلناها كويس. ضفناها اهوت على الصلصة. هنديها بقى غلوتين كده مع الصلصة. ضفنا بقى بهاراتنا ملح وشطة وكمون وفلفل اسمر. ولو عندك مرقة دجاج برضو حطي واحدة. بتدي لها طعم جميل برضو لكشري بطاطس بالصلصة، ده بيبقى جميل. وبعد كده هديله غلوتين كده على البوتاجاز، وبعدين هنزل عليه بالرز بعد ما اغسله واصفيه كويس من المية اللي عليه. اصفيه خالص اهوت من المية اللي عليه اهوت. هضيفه بقى اهوت. وتضيفي بقى ايه، تضيفي بقى شوية مية بسيطين. لو الصلصة بتاعتك فيها مية ما تضيفيش مية، لو الصلصة ناشفة شوية تضيفي شوية مية، ربع كوباية مية بس. وتسيبيه بقى على البوتاجاز لحد ما ينشف. بتوطي عليه وتهدي عليه النار خالص، وتسيبيه بقى يكمل السوا بتاعته زي الرز العادي اهوت بالشكل دوت. هسيبه بقى لحد ايه ما يستوى، وبعدين اطفي عليه واوريهولكم. ده كشري بطاطس بصلصة اهوت زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هغطي عليه بقى واسيبه لحد ما ينشف، واول ما ينشف هطفي اوطي عليه خالص النار، هدي عليه النار واسيبه لحد ما يكمل السوا بتاعته واطفي عليه. تشوفيه بقى تختبريه تقيل تلاقيه استوى، يبقى كده خلاص استوى. تطفي عليه اهوت. طلع معايا بالنتيجه دي اهي اهو بالشكل ده اهوت. والشبت والبقدونس باين فيه اهوت. يا عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش باللايك. مع السلامه.